الدنمارك اللي كسبت اليورو برغم إنها ما تأهلتش لليورو ما قدرتش توصل لتصفيات كأس العالم وخرجت بفارق هدف واحد. المدرب الألماني سيب بيونتيك اتولى تدريب منتخب الدنمارك سنة 79، وده كان تزامنا مع دخول الاحتراف لكرة القدم في الدنمارك، ومن وقتها المنتخب حصلت له نقلة كبيرة وطلع جيل بقيادة مايكل لاودروب وبريبن الكيار، وابتدت الدنمارك تشارك باستمرار في البطولات الكبيرة وتفرض نفسها كمنتخب قوي. يعني الدنمارك لعبت بعد كده يورو 84 و 88 وكاس العالم 86، وهناك عملوا بطولة كويسة وكسبوا ألمانيا الغربية 2-0 وأوروجواي 6-1، بس خرجوا من دور 16 بعد ما خسروا من أسبانيا 1-5، ودي كانت أول مرة الدنمارك تتأهل لكاس العالم، واللي الكل كان منتظر الدنمارك تلعب في كاس العالم 90 في إيطاليا. لكن الدنمارك ما تأهلتش لكاس العالم 90 بعد ما خسرت من رومانيا 1-3، ونتيجة لده المدرب بيونتيك فضل انه ما يجددش عقده وساب الفريق في صيف 90 عشان يحل محله المدرب الدنماركي ريتشارد مولر نيلسون مساعد بيونتيك، على اساس انه هيسير على خطى بيونتيك. كان في محاولة للتعاقد مع المدرب الالماني هورست فولر، لكنه بعد حضوره للمؤتمر الصحفي لقى انه مرتبط بعقد مع فريق باير اوردنجن الالماني، والفريق الالماني مرضيش يسيبه، فما كانش فيه حل غير نيلسون عشان يمسك الفريق في تصفيات يورو 92. نيلسون حاول يغير اسلوب الهجومي بتاع بيونتيك اللي نيلسون كان شايف انه تسبب في خسائر الفريق الاخيرة لاسلوب متحفظ، وده ضايق عدد من اللاعبين زي يان مولبي لاعب وسط فريق ليفربول اللي كان بقاله 8 سنين في المنتخب وعنده 27 سنة. نيلسون ما خلاهوش يلعب غير ماتشين بس وما استدعاهوش تاني. مولبي قال بعد كده ان معسكر الفريق مع نيلسون كان معسكر تاني غير معسكر بيونتيك، مع انهم تقريبا نفس الافراد. الدنمارك وقعت في مجموعة بتضم يوغوسلافيا وايرلندا الشمالية وجزر الفار والنمسا لتأهيل فريق واحد بس لليورو. الفريق كان ماشي كويس، لكنه في شهر نوفمبر خسر من يوغوسلافيا في كوبنهاجن 0-2 بهدفين جم اخر ربع ساعة، والنتيجة لده قرر نجم الفريق الاول وقتها مايكل لاودروب لاعب برشلونة واخوه الصغير براين لاودروب لاعب بايرن ميونخ الانسحاب من المنتخب، لانهم شايفين ان اسلوب الفريق الدفاعي مش مناسب ليهم. براين قالها صريحة انه مش بيحترم نيلسون كمدرب، وهو لا يعتقد ان مولر بيحبه كلاعب. طبعا كانت خسارة كبيرة للدنمارك ان الاخوين لاودروب مش هيلعبوا، بس الغريب ان الفريق كسب كل ماتشاته اللي بعد كده، وكسب يوغوسلافيا في يوغوسلافيا 2-1، لكنه خرج من التصفيات بفرق نقطة واحدة عن يوغوسلافيا. ونهاية المجموعة بالشكل ده خلت الناس في الدنمارك تتقبل عدم التأهل، وادينا بنستعد لتصفيات كأس العالم 94. التصفيات كانت خلصت في نوفمبر 91 والقرعة اتعملت في يناير 92، لكن بداية الحرب في يوغوسلافيا بين الجمهوريات المستقلة بعد انهيار جمهورية يوغوسلافيا خلى الأمم المتحدة تفرض عقوبات على يوغوسلافيا يوم 30 مايو، فقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حرمان منتخب يوغوسلافيا من المشاركة في البطولة واستدعاء منتخب الدنمارك مكانه. يوم 31 مايو كان آخر ميعاد لإرسال قوائم اللعيبة للويفا، ومنتخب يوغوسلافيا كان باع قائمته، فلما قرروا استدعاء منتخب الدنمارك ادوله 4 أيام زيادة لإرسال القائمة. قائمة الدنمارك كانت 20 لعيب، 12 لاعب محلي. الدوري الدنماركي خلص قبل البطولة دي بيومين، و8 محترفين استدعوهم من الأجازات، ولعبوا ماتش ودي واحد يوم 3 يونيو مع منتخب دول الكومنولث وتعادلوا 1-1. الحقيقة ان ريتشارد مولر نيلسون لما بدأت الأحداث السياسية كان متابع للأحداث، وكان راسم خطة في دماغه لو أتيحت ليهم الفرصة للمشاركة، فلما اتخذ قرار الويفا ما أخدش وقت طويل في التفكير. براين لاودروب كمان كان اقتنع برجوع المنتخب واتحط اسمه في القائمة. مايكل لاودروب مرضيش ينضم برضه، وكان شايف ان فرص الفريق ضئيلة جدا في البطولة. لاودروب سنة 92 كان واخد الليجا بطولة اوروبا مع برشلونة، وبيصنف كواحد من احسن لاعبي العالم وقتها، فكان شايف انه محتاج يرتاح قبل موسم طويل مع برشلونة.
قبل البطولة نيلسون جمع الفريق واللعيبة كلها وقال لهم احنا رايحين السويد عشان نكسب البطولة. فاللعيبة ضحكوا، انما هو ما ضحكش، يمكن كان عارف حاجة الناس ما تعرفهاش، او يمكن كان بيحفز لعيبته. تيم فيلفورت لاعب وسط الفريق كان قال لبي بي سي احنا مفيش علينا اي ضغوط لاننا خارج اي ترشيح، فلو خسرنا 0-5 كل ماتش محدش هيلومنا. الفريق في اليورو بدأ انه بيلعب بشكل دفاعي اكتر، 5-3-2 وساعات 5-4-1، ودفاع منطقة وتضييق المساحات والاعتماد على خط الوسط زي براين لابدروب وهنري كلارسون في نقل الهجمة بسرعة وتشكيل خطورة من خلال المرتدات. اتعادل الفريق مع انجلترا 0-0 وخسر من السويد 0-1 بعد أداء معقول، وكان يبدو ان فرص الفريق في التأهل ضعيفة لانهم لازم يكسبوا فرنسا اللي هي كانت المرشح الاول للفوز بالبطولة. لكن الدنمارك كسبت فرنسا 2-1، احتلوا تاني مجموعتهم وتأهلوا للدور قبل النهائي عشان يقابلوا حامل اللقب هولندا، وبرضه قدروا يفرضوا اسلوبهم وتقدموا مرتين وهولندا اتعادلت، وفي ركلات الترجيح صد حارس المرمى بيتر شمايكل تسديد ماركو فان باستن عشان تكسب الدنمارك وتصعد للنهائي. الجمهور الدنماركي تفاعل مع الحدث ونزلوا الشوارع وبدأ انهم راضيين جدا عن فكرة الوصول للنهائي كإنجاز في حد ذاته، خصوصا ان النهائي هيكون مع ألمانيا بطل كأس العالم الثاني. لكن الدنمارك كملت بنفس الأسلوب وقدرت تكسب النهائي 2-0 وتكسب اليورو. بيتر شمايكل تألق جدا في النهائي وصد تسديدات يورجن كلينسمان وستيفان إفنبرج، وقدر يحافظ للدنمارك على التقدم حتى نهاية المباراة. بعد شهرين من يورو 92 كان الفريق المفروض يلعب في تصفيات كأس العالم 94. المجموعة كان فيها فريقين لعبوا كويس في مونديال 90، اسبانيا وايرلندا، وفريق مش سهل ايرلندا الشمالية، وفريقين حديث العهد بالمسابقات ليتوانيا ولاتفيا، وفريق ألبانيا، وهيتأهل منهم فريقين للمونديال. وطبعا الفريق كان داخل التصفيات بزخم كبير كبطل أوروبا. نيلسون ما غيرش كتير في تشكيلته، لكنه تعادل أول 3 مباريات مع لاتفيا وليتوانيا برا أرضه ومع أيرلندا في كوبنهاجن. 3 مباريات خلصوا 0-0. بعدها قدر الفريق يكسب أيرلندا الشمالية برا أرضه 1-0 عشان يرجع للانتصارات تاني قبل نهاية سنة 92. الفوز ده خلى الدنمارك تتصدر المجموعة لأن اسبانيا تعادلت كذا ماتش هي كمان. في بداية سنة 93 كسب الفريق الدنماركي اسبانيا 1-0 في كوبنهاجن بجول سجله فليمينج بوفلسون بمجهود فردي. تعادل الدنمارك مع ايرلندا بعد كده في دبلن عشان تعوض النقط اللي كانت فقدتها وتدخل الجولة الأخيرة متصدرة المجموعة، بس آخر مباراة دي كانت ضد اسبانيا والدنمارك محتاجة تتعادل. اسبانيا في الوقت ده كانت عقدة الدنمارك، طلعوهم من يورو 84 وكأس العالم 86 وكسبوهم في يورو 88. اسبانيا بعد 10 دقايق انطرد منها حارسها زوبيزاريتا، وده رفع امال الدنمارك اكتر واكتر وبدأت تمسك كورة وتهجم، بس الشوط الاول خلص 0-0. بعد ربع ساعة في الشوط الثاني ضربة ركنية لاسبانيا من ناحية اليمين تتلعب جوه المنطقة، فيطلع بيتر شمايكل عشان يمسكها فيعيقه خوسيه ماريا باكيرو عشان تروح الكورة لفرناندو هيرو عشان يسجل هدف لاسبانيا. اعترض لعيبة الدنمارك على الحكم اليوناني فاسيلوس نيكاكس، لكن الهدف اتحسب. باكيرو بعد الماتش اعترف انه منع شمايكل من الوصول للكورة، واللقطة الحقيقة واضحة. شمايكل بعد الماتش قال ان الحكم كان بيحاول يعوض اسبانيا عن طرد زوبيزاريتا فحسب الجول، والحقيقة ان تعيين حكم زي نيكاكس اللي ما كانش له تاريخ كبير في المباريات الكبيرة في ماتش فاصل زي ده علامة استفهام كبيرة. ضغطت الدنمارك وضيعت فرص، والحارس الاسباني البديل تألق عشان تنتهي المباراة بفوز اسبانيا 1-0. ومع تعادل ايرلندا الناحية التانية صعدت اسبانيا كأول للمجموعة وتساوت الدنمارك وايرلندا في النقط وفارق الاهداف، وصعدت ايرلندا عشان سجلت اكتر، ودفاع الدنمارك الحديدي اللي ما سمحش بدخول غير هدفين بس في 12 مباراة ما خدمهاش عشان يفشل بطل اوروبا في التأهل للمونديال.